في مستشفى دار الشفاء عندنا في القاهرة 2 من الإخوة راحوا علشان يزوروا أحد المرضى، وبعدين وهم جلوس في البهو بتاع المستشفى لقوا واحد نازل بيترولي وأمه أو امرأة يعني على الترولي ده، ثم تركها وذهب كأنه راح يدفع الحساب أو كده يعني. المهم هم قاعدين قالوا لو وجدنا المرأة ايه بتشهق، المرأة بتشهق، بقول قمنا احنا الاثنين لها ولأنها فعلا بتطلع في الروح تجود بنفسها، فلما علمنا انها بتموت قلنا لها ايه، قولي لا اله الا الله، قالت لا اله الا الله، قولي محمد رسول الله، قالت محمد رسول الله وماتت. وبعدين قعدوا مكانهم يعني مستنيين ابنها او اللي كان معاها بيزق الترولي ده. المهم جاء الفتى وبعدين يعني شاف امه فقاموا قايمين له وقالوا البقيه في حياتك بقى وبتاع لله ما اخذ وله ما اعطى ومعلش وماتت وبتاع، بس نبشرك ان احنا قلنا لها الشهاده وقالتها ورانا الحمد لله. قال لهم كفرتوها يا اولاد الكلب، طلعت المرأة نصرانية. والله بيحكي لي الأخ كده، تخيل طلعت المرأة نصرانية. شوف الخواتيم لا يعلمها إلا الله. ربما بعض من تسمى بأسماء المسلمين يقال قل لا إله إلا الله يقول له ابعد عني ويتضايق. وأنا عندي حكايات من هذا، واحد موسيقار وواحد مش عارف إيه والكلام ده يقول له قل لا إله إلا الله يأبى أن يقولها ويتضايق وسكتوه ابعدوه عني. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي في البخاري ومسلم إنما الأعمال بالخواتيم. خلصت، فلا تدري الدنيا ماشية ازاي. من بركتها هذه الكلمة أن من قالها دخل الجنة، فكيف بمن جعلها منهج حياة لا يصدر إلا عنها.